السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح طريقتين كده للربح المجاني من منصة باينانس. ففضل وليس أمر اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس واشترك معنا في قناتنا على التليجرام عشان يوصلك كل التحديثات الجديدة أول بأول. وهسيب لك كل اللينكات تحت في وصف الفيديو وفي التعليقات، وبسم الله نبدأ الشرح. أولا كده لازم يبقى عندك حساب موثق في منصة باينانس، ولو ما عندكش حساب هسيب لك لينك تسجل من خلاله تحت في وصف الفيديو وفي التعليقات. اول حاجه هنا هتدخل على الصفحه الرئيسيه، هتنزل تحت كده شويه لحد ما يظهر لك العلامه دي الصفرة دي، هتدوس عليها. وهنا هتعمل ملف على حاجه اسمها باينانس سكوير، ده حاجه كده زي الفيسبوك بتاع باينانس، يعني وسيله التواصل بتاعت باينانس. انت هنا من فوق هتعمل البروفايل بتاعك، وكل الحاجات دي سهله جدا وبسيطه جدا. هتضغط هنا على كلمه نشر، وهنا هتكتب عن اي عمله انت عايز تتكلم عنها، وليكن مثلا عمله سولانا. تكتب هنا مثلا عملة سولانا، عملة قوية مثلا، وهتضغط على كلمة أو الحرف اس الموجود ده هنا، وتدوس على سولانا زي ما حضراتكم شايفين كده. أي حد يدخل على اللينك اللي أنت عامله ده أو هيشتري عملة سولانا، أنت بالتالي هتاخد نسبة من أو حاجة كده زي عمولة من عملية الشراء اللي هو بيعملها. طبعا ممكن تعمل كده في أي عملة تانية، أو زي عملة مثلا نير، عملة نير عملة قوية برضو. ونضغط هنا علامة الاسم، ونكتب من فوق في البحث نير، هتظهر لنا عملة نير. وبرضو أي حد هيدخل على الرابط ده ويشتري هتاخد انت عمولة من عملية الشراء اللي هو عملها. ودي أول طريقة اللي احنا هنكسب بيها من منصة باينانس. ندخل على الطريقة التانية، نعمل تجاهل. الطريقة التانية سهلة جدا وبسيطة جدا برضو. انت هنا هتكتب على حاجة اسمها سكوير من فوق كده، سكوير اللي هي من فوق دي اللي هي عليها علامة الواي فاي دي، هتدوس عليها. انت هنا هتضغط على الحاجة اللي تحت دي او علامة الشخص اللي من تحت، وهتضغط على حاجة تاني اسمها منصة صناع المحتوى. هنا بتنزل حملات إعلانية، يعني مثلا أي عملة عايزة تعمل إعلان على نفسها، بتدخل على المنصة دي وتعمل إعلان. كل اللي انت بتعمله ان انت بتتكلم عن العملة دي، وبتعمل شوية مهام بسيطة جدا، وهتكسب من خلالها نسبة من العملات اللي هم بينزلوها كدعم أو كتمويل للناس اللي عملت إعلان عن العملة دي. ندخل أول حاجة مثلا زي عملة تورينز بروتوكول، هنضغط عليها. هنا هيقول لك مثلا هتعمل شوية مهام كده وهتكسب نسبة من 1,890,000 عملة بنك اللي هي عملة لورنزو بروتوكول. المطلوب منك انت تعمل مهام معينة. اول حاجة تعمل مشهور على او متابعة لورنزو بروتوكول ده على باينانس سكوير، هتضغط عليها وتعمل هتعمل متابعة. هتعمل متابعة على منصة اكس، وهتنشئ محتوى على باينانس سكوير. ده طبعا سهل جدا وبسيط جدا، وهتعمل فيه هاشتاجات المكتوبة عندك هنا، هاشتاج اد وبعد كده شباك وعلامة الاس اللي احنا قلناها من شوية. وهنا هتنشئ محتوى على اكس. وهنا الحاجة الوحيدة اللي ممكن بس محتاجة منك $10 بس، ان انت تعمل تداول على العملة دي. انت تتداول وتبيع في نفس الوقت، بس مش اكتر من كده، ما تحتفظش بالعملة ولا اي حاجة. هتتداول $10، هتحسب لك ان انت عملت المهمة دي، وفي نفس الوقت تبيع $10 دي من عملة بنك، تبيعهم على طول في نفس اللحظة. كده انت هتدخل السحب على 1,890,000 عملة بنك اللي هي عملة لورنزو بروتوكول. ودول طريقتين سهلين جدا وبسيطة جدا في ازاي انت تعمل ارباح من منصة باينانس من غير ما تستثمر او تدخل اموال كتير. انت ممكن لو خسرتها تخسر كتير. وهتعمل كل ده طبعا على كل العملات او كل الحملات الموجودة حضرتك عندك دي. برضه هنا عندنا حملة عملة اسمها يلد جولد جيمز، نفس الموضوع، نفس الحوار، نفس المهام كلها هتعملها هي هي.
انت عندك هنا حملة 2 3 4 5 6 حملات. اشترك في الحملات دي كلها وهيطلع لك نسبة من العملات اللي منزلينها الحملات دي، وهتربح من او جزء من العملات اللي هم عاملينها للحملة. وبس دول كانوا الطريقتين، وبإذن الله هنشرح طرق تاني للكسب من منصة باينانس. وبس كده يا شباب، ما تنساش تعمل لايك ودعم للفيديو ده، وتشترك معنا في قناتنا على التليجرام عشان يوصلك كل شيء جديد أول بأول، وهسيب لك كل اللينكات تحت في وصف الفيديو وفي التعليقات. يلا يا شباب، في أمان الله وموفقين جميعا. وأهم حاجة طبعا في الأول، أنت في منصة باينانس سكوير دي لازم هتعمل ربط مع حساب على إكس. لازم ما عندكش حساب على إكس، لازم تعمل حساب على منصة إكس اللي هي تويتر سابقا، عشان تعرف تنشر على منصة باينانس سكوير وتقدر تدخل في الحملات الموجودة قدامنا دي. يلا يا شباب، في أمان الله وموفقين جميعا.